ليه مبنى بسيط زي ده يتحول لايقونه معماريه بالشكل ده؟ الفكره بدات لما اداره صيانه شوارع نيويورك كانت محتاجه مكان لتخزين عشرات الاطنان من الملح كل سنه، فوقع الاختيار على شارع سبرينج. لكن كان في مشكله ان المكان ده عباره عن منطقه مليانه سكان ومحلات وفنادق ومعارض فنيه مهمه جدا، يعني باختصار اي مبنى هيتعمل يكون شكله وحش هيعمل كارثه مع الناس اللي قاعدين فيه. وساعتها اداره الصيانه كان عندهم تركيز على حاجه واحده بس، ان هم لو هيعملوا مبنى هنا لازم يكون باحسن شكل ممكن. فعلا تم اسناد التصميم لمكتب داتنر اركتكت تعاون في اول تصور مع مكتب دبليو اكس واي اركتكتس اند اوربان ديزاين، وده كان نقطه التحول. هنا المصممين المسؤولين عن المشروع بداوا يسالوا نفسهم ازاي نخلي مبنى وظيفته تخزين الملح يبقى شكله جميل ومقبول في حي مهم زي ده، ويساهم في تحسين المظهر العام للمنطقه بدل ما يكون مصدر ازعاج لسكانها. ومن هنا طلعت الفكره الجنونيه دي، ليه ما يكونش شكل المبنى نفسه مستوحى من بلورة الملح؟ فبدأ التشكيل المعماري يحاكي البلورات الحقيقية، فتم نحت الواجهات لزوايا مكسرة وميول كتيرة عشان اللي يشوفها يحس انه شايف قطعة ملح ضخمة متجسدة قدامه. وعشان يحققوا المظهر ده استخدموا خرسانة مصبوبة في الموقع بسمك كبير جدا، وده مش عشان الشكل بس، لكن عشان تكون مقاومة للملح نفسه وما يتمش تآكل المبنى بسرعة، خصوصا كمان وان الجدران محتاجة تتحمل ضغط آلاف الأطنان اللي بتتراكم جواه، وده خلى الجدران بتوصل سمكتها لحوالي متر و8 من 10.